اهلا وسهلا بيكم جميعا في استوديو كريم لتحليل مباريات الاهلي والزمالك في الدوري المصري. والنهارده ميعادنا مع مباراة نادي الزمالك ووادي دجلة. والنهارده يانيك فيريرا بيفاجئ الجميع وبيبدأ بسيف جعفر في المركز 6 بين قلوب الدفاع اللي هو اصلا مش مركزه. لكن تعالى نحكي ايه اللي حصل في الماتش بالظبط. النهارده الزمالك بيبدأ زي ما عودنا ان هو بيضغط من فوق على قلوب الدفاع، والفرق الكبيرة بتعمل كده دايما لان هي بتبقى عايزة تخلص الماتش على طول. ولكن دجلة كان الافضل في الانتشار والتمرير، وكان بيبدأ الهجمة من تحت، وبسبب ضغط الزمالك اللي اتكلمنا عليه بيحرز الزمالك الهدف الاول عن نتيجة خطأ من قلب دفاع دجلة عن طريق ناصر ماهر، وبيتقدم الزمالك 1-0. لكن بترجع كل حاجة زي ما هي بالظبط، دجلة الافضل في الانتشار والتمرير، وابتدى دجلة يضغط بطريقة منظمة على نادي الزمالك، مش بلاعب او باتنين، لا ابتدى يضغط بان هو بيقفل مفاتيح اللعب كلها على نادي الزمالك، وبيقلل خيارات التمرير على حامل الكورة. طبعا سيف جعفر ما كانش في مركزه زي ما قلنا قبل كده، فكان سايب ثغرة كبيرة امام قلوب دفاع نادي الزمالك ادت الافضلية خصوصا في هجوم دجلة على الدفاع. وابتدينا نشوف دجلة بيعمل هجمات خطرة على نادي الزمالك. لو عجبك الفيديو ادخل على الصفحة وان شاء الله هتلاقي تحليل مفصل.